واش الدراري نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم معاذ. في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نديروا ستريم على منصه كيك، غنتعلموا شنو هما البرامج اللي نقدروا نحتاجوا، كيفاش نظهروا الشط في ستريم، كيفاش نظهروا الناس اللي داروا لنا دونيشن. هادشي كامل غنتعلموا ان شاء الله في هذا الفيديو. الا كان عندك شي تساؤل خلي لي ميساج ديالك في انستغرام راه كنجاوب كلشي. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش تخلي معاك شي لايك وشي كومونتير. ولا ندخلوا في التفاصيل. هما الدراري كيف ما كتشوفوا هذه هي الشانل ديالنا، باش تدخلوا لك كتجي التصويره ديالك من هنا وكتسكي في الشانل، كتطلع لكم الشانل هي هذه. باش تدخل تيديتي اي حاجه في الشانل ديالك كتكي هنايا في كاستمايز شانل، اولا كتجي هنايا وكتكي كرياتور داشبورد. كتفتح لكم هاد الصفحه هذه كيف ما كتشوفوا. كاين لك تبدل البروفايل ديالك من هنا، كتكي في ايديت افاتار، كتلقى عندك هنايا 6 ديال الفوتوس واجدين يمكن لك تستخدمهم، اولا تستخدم التصويره من عندك من البيسي ولا التليفون. كتكي من هنا وكتختار التصويره اللي بغيتي وصافي كتجيك التصويره هنا. وهنايا عندنا البانر يعني الغلاف اللي كيبان هنا، كتقدر تبدلها دير ديزاين اللي بغيتي وكتعد. وهاد التصويره عندنا ملي كتكون اوفلاين ولا كتقطع اللايف كتظهر التصويره هذه، يمكن لك تخليها ولا دير التصويره ديالك كتبان بروفيسيونيل. وهنا عندك اليوزر نيم، كتكي في ايديت وتبدل اليوزر نيم اللي بغيتي. ملي تبدل اليوزر نيم ديالك كدوز 60 يوم عاد تقدر تبدل مره اخرى. وهنا عندنا البيو هو المعلومات اللي كتجي اباوت. كتلقى البيو ديالك هنايا، كتلقى التعريف ديالك شحال في عمرك شنو كدير فهمت. كتجي ايديت كتكتب بيو اللي بغيتي. هاد البلاصه كدير فيها لي كونط ديالك ديال السوشيال ميديا، كتكي في ايديت وكتحط اليوزر نيم ديالك في كل بلاتفورم. كتكي في سيف من هنا كيظهروا عندك في الشانل هنا، يعني اي واحد كيسهل عليه انه يدخل عندك من انستغرام ولا يوتيوب ديالك. وهنا عندنا ستريم كي يعني مفتاح البث، يعني باش تقدر تطلق اللايف يعني عندك هذا اليو ار ال وعندك هذا الكود. هذا الكود هذا حتى واحد ما خصو يشوفه، حيت الا شاف شي واحد هذا الكود هذا بحال باسورد، يعني الا كان الا نتسالك شي واحد هذا الكود هذا يمكن له يستريمي لك في فلاشين ديالك. وهذا اللين هذا عادي يعني ماشي مشكل. هاد اللينات هادو غنرجعوا لهم دابا شويه باش نوريكم كيفاش تسطبوا في البروغرام ديال ستريمينغ. وهنايا عندنا السيكوريتي، هنا فاش كتبدل باسورد ديال الشين ديالك. وهنايا التحقق بخطواتي، هذه ضروريه باش تحمي لاشين ديالك. هنا عندنا الكوميونيتي، يعني هنايا الشات سيتين. هنايا كتختار شنو بغيتي تشوف في الشات ديالك. يعني في الشات ما بغيتيش شي واحد يهضر على شي واحد ما بغيتيش يتنمر، ولا ما بغيتيش يهضر على الاسلحه ولا يهضر على مخدرات شي حاجه كتلغيها منه. تقدر الا ما فهمتيش ترد هذا الشيء العربيه. كما كتشوفوا هنايا مثلا هنا عندنا كره عنف تنمر، اي حاجه بغيتي تزولها كتكيعي التصفيه هنايا وكيقول لك واش بغيتي تصفيه قصوى، يعني ما تكتب حتى حاجه عندها علاقه بالتنمر ولا المخدرات. هنايا مزيد من التصفيه، هنايا بعض التصفيه يعني ماشي شي تصفيه ولكن مهم. وهنايا لا تصفيه يعني ماشي مشكل، واخا يتنمروا واخا يهضروا على المخدرات المهم كتعمل هادشي هنايا وكتكي في حفظ. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا القواعد الدردشه، يعني هنايا كتحط الشروط، يعني كيجي شي واحد يكتب شي حاجه في الشات كيطلع له هادشي تي اكسبتيهم عاد يقدر يكتب. هنا كتكتب القواعد ديالك، يعني حتى واحد ما يسب حتى واحد ما يكتب كذا فهمت، وكتعمل الحفظ هنايا. بالتالي اي واحد بغى يكومونتي ولا اي واحد بغى يكتب شي حاجه في الشات حتى كيطلع له هاد القواعد ويأكسبتي عليهم حتى كيقدر يكتب. هنا عندنا اي حاجه، اي واحد بغى يكتب مثلا شي كلمه معينه انت ما تبغيش تشوفها في الشات تقدر تكتبها هنايا. بالتالي اي واحد كتبها في الشات ما عطلعش، يعني مثلا شي واحد كتب هنايا يوتيوب، بالتالي اي واحد كتب هاد يوتيوب هادي في الشات عيد تمسح ديريكت ديك الميساج. وهنا عندنا هاد يا اخر هاد الخيارات تقدر تقراهم وتشوف اللي بغيتي تحطهم هنايا. الا بغيتي تخليهم يسردوا الليانات في الشات كتكيني وصافي. الا قراتي تقدر يهمك هادشي. وهنايا عندنا المشرفون، هاد البلاصه هادي الا بغيتي تضيف شي واحد معك في الشانل، يعني انت كمشرف تقدر تحط معك شي واحد اخر اللي يقدر يمسح الشات بلوكي شي واحد ولا شي حاجه باش ما تكونش انت خدام بوحدك في الشانل. تقدر تعمل اضيف جديد، كتبحث على داك الشخص اللي بغيتي وكتكيف اضيف. وهنايا هاد البادجز هذا الا بغيتي مثلا شي متابع وافي ديما كيسرد لك الدونيشنز ولا ديما كيحضر اللايفات ديالك تقدر تضيف له هاد العلامه ديال الفي اي. كتكتب عليه الاسم اللي حط هو في الشانل ديالو وصافي كتكيف اد. بالتالي كتطلع له هاد العلامه ديال الفي اي بي، هي وهذه كتطلع له هاد العلامه ديال الفي اي بي حدا اسمه، يعني ملي كيكتب شي حاجه في الشات بنادم كيعرفوا بلي هذا مميز. وهنايا عندنا هاد الايموت هادو، يعني انت الا بغيتي تضيف ايموجيس ديالك من عندك كاين ايموجيس ديال كاين بحال هاد الايموجيس هادو ديال كي يعني اعتياديين يعني عاديين اي واحد يقدر يسردو. وهنايا انت كتضيف شي حاجه ديالك المهم كتصممهم ولا تيليشارجيهم واجدين وتكي هنايا في بلاص واختار الايموجي اللي بغيتي وتكيف اد تقدر تسميه من هنا وتكيف اد. دابا نمروا لهاد الاستوديو هذا. هنايا كتلقى اي لايف تلقتيه كيظهر هنا، يعني الا بغيتي مثلا انت تلقتي اللايف وساليتي تقدر تبدل الاسم اي حاجه بغيتي تبدلها كتجي عين هنايا كتلقى اللايفات اللي تلقتي كلشي المشاهدات اللي فيهم التعليقات اللي جاو عليهم فهمتي. هادشي كامل كتلقاه في الاستوديو هنا. وهنايا عندنا الانجازات اللي درتي في القناه ديالك. هنا كيقول لك الا بغيتي بنادم يبقى يسرد لك الاشتراكات الشهريه خصك 75 فولو
وخصك تستريمي 5 ساعات. هذا ستريمينغ 5 ساعات ساهله، تقدر في لايف واحد تكملها. فهمت؟ ملي كتكمل هاد 75 فولو صافي كتاكسبت لك هذا السبسكريبشن، كل بنادم يشترك عندك. وهنايا كيف ما كتشوفوا يعني الانجازات اللي درتي كتطلع هنا. مثلا درتي شي انجاز، مثلا جمعتي 20 سبسكرايب، طلع هنايا كتحفيز وصافي. وهنايا عندنا هذا مونيتيزاسيون، حتى كتكمل الشروط اللي قلت لك، عاد كتفعل لك هاد الباج هذه، كتحطش من مدينه بغيتي، كتحط المعلومات ديال الدفع ديالك من هنا. اذا ما يمكنش واخا تختار شي دوله كيقول لك انت باقي ما مؤهلش. وهنايا هاد ستريم هذا، هنايا هاد البلاصه هذه كتلقى فيها لوحه التحكم، يعني اي حاجه بغيتيها كتطلع هنا. مثلا هاد البلاصه هذه عندك مثلا عندك بزاف ديال لي زادمين في الشانيل ديالك، الا مشى بلوكاو شي واحد ولا شي لعبه كتطلع لك في هاد البلاصه هذه. وهنايا اي واحد بغى دار لك فولو ولا دار لك شي دونيشن ولا شي اشتراك شهري كيظهر لك هنايا. المهم هادشي متعلق بالفولورز ديالك، اما هنايا متعلق باللي زادمين ديالك. انت الا مشيتي بلوكيتي شي واحد ولا شي لعبه طلع هنايا، باش انت كتكون مطلع على اي حاجه دارت في الشانيل ديالك. هنايا اللايف اللي كتطلق كيبان هنايا، كتقدر تولي كمشاهد كتشوف اللايف ديالك واش معوض من هنا، فهمتي؟ كبريفيو. وهنايا شحال المشاهدات في اللايف حاليا، وهنايا شحال عندك من فولو، وهنايا شحال وانت طلق اللايف، وهنايا الشات. اي واحد كتب شي ميساج كتطلع في الشات هنا. والا بغيتي تخفي شي بلاصه من هنا ما بغيتيهاش تبان ما مهتمش بها ولا شي لعبه، تقدر تخفيها من هنا. مثلا هاد البلاصه هذه كتمشي كتشوف لي اسمه وكتوقف على شي واحد هنا وتشوف له اسمه واش كيتفق معاه، كتجي هنايا كتسكي فيها صافي كتسلغ، يعني ما مهتمش بها ولا شي لعبه. وهنايا عندك هاد المعلومات هذه ملي كتجي هنايا كتلقى ايديت ستريم انفو، يعني بغيتي تطلق شي لايف كتجي هنا كتعمل العنوان اللي بغيتي. هنايا كتختار شنو كتلعب، يعني واش GTA ولا فورتنايت. وهنايا التاغز الهاشتاغات، يعني باقي ما متوفرين شي دابا حاليا، يعني كيقول لك كومينغ سون، يعني غيتوفروا قريبا. وهنايا كتختار اللغه، وهنا كيقول لك اللايف ديالك واش يكون زائد 18 ولا طبيعي. يعني الا كان مثلا اللايف فيه السبان ولا شي لعبه تقدر تجي كتعمل هنايا زائد 18. يعني اي واحد دخلنا اللايف كيظهر له التنبيه كيقول مثلا هذا اللايف زائد 18. يعني الا كان عندك زائد 18 ادخل، ما كانش عندك اصلا واخا ما تكونش عندك ادخل العيه، هو كينبهك في الاول وصافي. وملي كتسب هادشي كامل بغيتي كتكيف هنايا في سيف. وكيف ما كتشوفوا هنايا عندنا عاوتاني يعني فولورز اونلي تشات، يعني اللي عاملين لك الفولو يشاطيو، يعني هما اللي يقدروا يكتبوا. شي واحد ما عملكش شي فولو كيقول له تصدروا تعمل فولو عاد تقدر تصرف. وهنايا عندك سلو مود، يعني مثلا عندك الناس بزاف كيكتبوا انت ما كديرش تقرا، كيكون الميساج طلع، يعني كتجي هنا كتعمل سلو مود وكتختار المده اللي بغيتي، مثلا 15 ثانيه. دابا شي واحد ملي يجي يكتب من هنا ويتكي اونطري تتفوت 15 ثانيه عاد تقدر تكتب ميساج اخر. بالتالي يمكن شي واحد الشخص اللي يكتب بزاف الميساجات في لحظه واحده كتجبر الشات عامر يطالع ما كديركش تقرا شنو مكتوب. هنايا ما يمكنلهمش يسردوا اصلا، حتى واحد ما يمكن له يسرد كتاب، يمكن له يسرد غير هاد الايموجيز. هاد الايموجيز هو الوحيد اللي يقدروا يسردوهم، اما كتابه ما يمكنش يتسرد. كتجي هنا كتفعلها كتعمل ايموجيز اول، يعني هي تفعلت هنا الشيء. انا فعلت هاد اللعيبه هنايا، يعني حتى واحد ما يقدر يكتب هي طلعت هنا الكارنيت اون باي موعد. وهنا عندك ادفانسد بوت بروتكشن، يعني ملي كتحس ان شي بوت جالس كيكتب تفعل هذه، بالتالي كيتوقف لمده نص ساعه، كترجع تزوله ولا هي كتزول راسك. وهنا عندك بلوكيد، يعني شي واحد بغيتي تبلوكيه كتكتب له اليوزر نيم ديالو هنا كتكتب زائد هنايا صافي كتكتب له هذاك السيد، ما كيقدرش يبقى يكتب. ودابا عندك في سيتينغز وغنجيو ستريم كي اللي قلت لكم نرجعوا ليله. البروغرام اللي غنحتاجوه هو OBS ستوديو. كما كتشوفوا هذا هو الموقع الرسمي ديال OBS ستوديو. وهنا كتختار شمن نظام عندك، يعني واش لينكس ولا ماك OS ولا ويندوز. كتختار مثلا الويندوز، الا عندك الويندوز كيبقى يتيسرجا صافي نيكست صافي حتى كيتيسرجا عادي. المهم كيف ما كتشوفوا ملي عاد تفتحوا OBS ستوديو يظهر معكم بهذا الشكل هذا، يعني عاد تجبر واجهه سوداء من هنا. هنا عندك الصوت، يعني هنايا المايك اللي كيتسجل دابا، وهنايا ديسكتوب اوديو، يعني اي حاجه مخدمه في الديسكتوب يظهر الصوت ديال هنايا. بغيتي تلغيها من هنا، بغيتي تعمل ميوت، ولا بغيتي تعمل ميوت من المايك من هنا عاود كتكي كيعمل ميوت، ولا بغيتي تقلل الصوت ديالو من هنا. وهنا عندك هاد الادوات هادو، هنا ستارت ستريمينغ، ستارت ريكوردينغ، ستارت فيرتيال كاميرا. المهم هادشي هذا نشرحه من دابا شويه. وكنرجعوا للشين ديالنا اللي قلت لكم هذا، كتجيو كتكوبيو هاد اللين هذا وكترجع ل OBS ستوديو. بالطريقه هذه كتكي في سيتينغز من هنا، كنجيو مباشره ستريم، يعني اللي كيهمنا حاليا هو ستريم. من هنا كنختاروا المنصه اللي بغينا، كتجي هنا الكوستم يقول لك حط السيرفر ديالك من هنايا. السيرفر هو اللي كوبيتي قبيلات، كتجي تسمى البيست وهذا السيرفر، كترجع عاوتاني كتكوبي هذا. في حاله تكيت في العينين هنايا وبان هذا الكود هذا في اللايف، كتجي هنا وكتكيف ريسيت، يعني هذا اللايف هذا الكود هذا كيتعاود من بعد ملي تعاود هذا الكود هذا. ملي تعاودو خصك تجي مباشره تكوبيه انت عاوتاني، تجي كوبي من هنا من بعد ما بدلته الا داه شي واحد بطبيعه الحال، كتجي وخصك انت باش ما يتقطع لكش اللايف عاوتاني خصك تجي وتبدلو من هنا، كتجي كتبدلو حتى من هنا. دابا كيف ما كتشوفوا حاطين السيرفر وستريم كي من هنا،
كتجي كتكيف ابلاي وصافي. دابا الا عملتي ستارت ستريمينغ غتبدا تستريمي فلاشين، ودابا ملي عاد تستريمي غتبان الشاشه كحله. كيفاش نعملوا نستريميو يعني الشاشه الديسكتوب، يعني هادشي اللي كنخدموه ولا اللي كنلعب. كتجي فقط كتكيف زائد من هنا هنا جيم كابتشر، يعني الا كنت كتلعب شي لعبه كتكيف اوكي، من بعد كتكيف اوكي من هنا اوتوماتيك. الا كنتي فاتح شي جيم من هنا اوتوماتيك كيتعرف عليها. في حاله ما تعرفش على الجيم كتجي كتكي هنايا وكتكيف الثانيه منها، وكتحددش من وين اللي هي اللعبه كتكيفيها. مثلا هذا هو اللعبه وكتكيف اوكي، بدا يستريمي لك في هاد النافذه اللي عملتي انت. اولا الا ما كنتيش باغي تستريم مثلا شي جيم، هذه كيف ديري وجين زائد. الا بغيتي مثلا دير ديسبلاي كابتشر كتجي كتكيف في زائد كتكيف في ديسبلاي كابتشر كتكيف اوك. من بعد كيظهر لك شمن بانطاي بغيتي تسكرينيها، يعني كتختار هنايا شمن بانطاي. كتجي مثلا ها البانطاي الاولى كتجي كتكيف اوكي، بدا يبين لك مثلا هذه هي الشاشه صافي. الا عملتي مثلا ستارت ستريمينغ غتبدا تستريمي الناس شنو كتعمل، مثلا تدخل اوميغال ولا ازار صافي كتبقى كتخدم بها. الا بغينا مثلا نديرو كاميرا، دير مثلا الرياكشن ديالك هنايا كتجي زائد كتجي هنايا فيديو كابتشر ديفايس، يعني كتكين هنايا كتكي اوكي. من بعد هنايا كتلقى الكاميرا اللي عندك، مثلا كتحدد واش من كاميرا مكونيكتي بها، هو كيتعرف عليها اوتوماتيك. في حاله كانوا عندك مثلا بزاف د الكاميرات مكونيكتي كتختار من كاميرا بغيتي. انا في هذه الحاله ما عنديش شي كاميرا ويب كام. انت الا ما كانش عندك كاميرا تقدر تحول على التليفون ديالك الكاميرا وتقدر كتظهر هنايا وستريمي مع راسك غير التليفون بلا ما تحتاج ويب كام. الا بغيتو نشرحوا الطريقه خليوها لي في الكومونتيرات، ندير عليها شي فيديو ان شاء الله، فيديو خفيف ظريف كيفاش ترد التليفون ديالك الويب كام وتقدر تستريمي به. نفترضوا ان مثلا هذه هي الكاميرا، يعني مثلا كتسجل كتجي اوكي صافي كتبان لك الكاميرا هنايا تقدر تصغرها. مثلا هنا الا كانت عندك الكاميرا مكونيكتي راه كيبان وجهك هنا، كيبان شنو كتصور في الكاميرا. كتجي مثلا كتحطها هنايا صافي كتقدر كتستريمي والشاشه كتبينك. الا بغيتي مثلا ترجعها مربعه، يعني مثلا عندك هنا شي خلفيه ما بغيتيش تبينها كتبقى تاكي في الت كتحدد مثلا على وجهك، مثلا بغيتي تبين على وجهك كتكي هيدا وكتحطهاش من بلاصه بغيتي. مثلا بغيتي تحطها في الراس هنايا كتجي عاود ما تنساش تعمل القفل هنايا صافي باش ما يبقاش يتحرك. صافي هنايا تقدر دير مثلا ستارت ستريمينغ عاد تبدا تستريمي هنا مباشره. دابا ندوزو لحاجه احترافيه، بغيتي تطلع الشات في اللايف ديالك، بغيتي تطلع الدونيشن الناس اللي داروا فولو كيفاش تطلعهم في اللايف هنا، يعني حاجه سهله. كتجي الموقع غنخلي لكم صندوق الوصف حتى هو سميتو بوتريكس دوت لايف. كنسجلوا الدخول باحد المنصات من هنايا، كاين تروفو كاين تويتش كاين يوتيوب كاين ديسكورد. انا غندخل بواسطه اليوتيوب. من بعد ملي كتدخل باليوتيوب كتفتح لك هاد الباج هادي، من بعد كيعطيك هذه المنصات كاملين اللي تقدر تستريمي بهم. كيف ساين ان ويز كيك، يعني كتختار اليوزر نيم ديالك كما كتشوفوا هذا هو اليوزر نيم ديالنا. كنعملوا له كوبي كتكيف اكسبتي. من موراها كيقول لك مشي للشانل ديالك وحط هاد بوتريكس هذا يرجع موديريتور، يعني يرجع مشرف على الشانل ديالك. كتعمل كوبي هذا الاسم هذا وكتجي للشانل ديالك كتجي كوستومايز شانل. من موراها كتكيف كوميونيتي وكتجي هنايا موديريتورز وكتكيف اد نيو، كتعمل بيست من داك الاسم اللي درت كتعمل اد. من بعد كيف ما كتشوفوا بوتريكس موديريتور دابا كترجع للباج اللي كنت فيها كتكيف كونتينيو. كيعطيوك هذه الرساله هذه كيقول لك عاد مشي لهذا الرابط هذا وتحط فيه هذه الرساله هذه باش تفيريفي بلي انت مول الشانل. كتفتح لك الشات ديال بوتريكس كتحط فيه هذاك الميساج اللي صردوا كيف الشات. كيف ما كتشوفوا هنايا موعد في اي بي يور اكونت هاز بين سكسسفولي لينكد، يعني تم بنجاح. من بعد ملي كتكمل كتجي كتكيف فينيش. بهذه الطريقه هذا صافي دابا كيتسمى بلي الشانل ديالك كيك صافي ربطتيه مع بوتريكس. ولكن دابا اي حاجه درتيها هنايا تسرد البال مع هاد البلاتفورم. دابا هاد البلاتفورم يعني تينا خاطر اليوتيوب، يعني اي حاجه درتيها كتمشي للشانل ديالك اليوتيوب تجي خصك كيف سيتينغز هنايا ارلينك، يعني صافي كتعمل الغاء الربط. وهنايا كتعمل سيتينغز باش كتولي تتحكم في كيك هنا. من موراها تاكد بلي هنايا كاينه كيك وكتجي لهاد الاليرت هي اللي غنخدموا عليها. ملي كتشوف هاد الباج هذه هي اللي كتعمل فيها كلشي. يعني الا بغيتي تعدل صفحه فولورز، يعني شي واحد الا دار لك فولو كيفاش تظهر في اللايف كتجي بعدا كتكيف بريفيو باش كتشوف داكشي اللي درتي. الباج هنايا خاوي يعني باقي ما صافي ما دار لك فولو. فوا شي واحد يدير لك فولو يوريك شنو هنا. ملي كتكيف فولورز هنايا كيظهر لك بحال شي واحد دار لك فولو كتكي هنايا في الفولو ويظهر لك هنايا كيفاش عامل. دابا ندوزو كيفاش نديرو هذا. كتجي مثلا الباج ديال فولورز وكتجي كتختار هنايا الشكل كيفاش عامل. من الاحسن خلي الشكل اللي مختار هو هذاك هو اللي واعر، تخلي التكست هو اللي يكون تحت. ملي كتختار المده شحال يبقى ظاهر في اللايف، مثلا كتختار 1 سكوند ولا 3 ولا على حسب شحال بغيتي. هنايا عن الانيميشن هنا كيفاش بغيتي يظهر في اخر، يعني هاد الفيد هادي يعني كيكون شفاف ومن بعد عاد كيولي يظهر. حتى يمكن لك تجرب هادشي وشوف الشكل اللي يقدر يعجبك. وهنايا غتختار ديك التصويره والصوند اللي معاها، يعني لو بغيتي كتختار شي تصويره كتجي هنايا ممكن يطلعوا لك هادشي هنايا كامل. مثلا الفولورز غتعملوا مثلا شي تصويره عندها علاقه بالشكر، كتكتب مثلا
هذا عي مثال تقدر دير اللي بغيتي. هنايا هادو كاملين عندهم علاقه بالشكر، مثلا تقدر تختار مثلا هادي كيف تشوز، من موراها كتقدر تختار الصوت من هنا، مثلا حنا نختاروا هذا كتكيفيه وكتكي هنايا عاود تشوز، وهنايا كتختار الفوليوم ديال الصوت اللي بغيتي. هذا الصوت هذا اللي درتي تقدر تختار الفوليوم ديالو كيفاش عامل. هنايا كولور ديال التكست اللي عايبان. هنايا التكست انيميشن، يعني ملي شي واحد كيدير لك فولو الاسم ديال داك الشخص كيجي عنده واحد الانيميشن. هنايا كتختار داك الانيميشن كيفاش بغيتي، كتشوفوا هنايا كتكتب العباره اللي بغيتي. هنايا كتختار الفونت سايز يعني حجم الخط، يعني تقدر تصغرو تقدر تكبرو. ملي كتسالي هادشي كامل كتكي في سيف. تقدر دابا تجرب مثلا تجي هنايا لهاد الباج هادي اللي كتبين لك بريفيو كتكي فولو. كما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي غيكون في الفولو. الا بغيتي دير مثلا هنايا الا صار لك شي واحد دونيشن او كتعمل نفس الخطوات، يعني كتختار النص كيفاش بغيتي يكون النص كبير ولا صغير، فهمتي؟ يعني نفس الاعدادات ديال الفولو كتختارها في الدونيشن. ملي كتسالي مره عندك هنا واحد اللين، هذا اللين هذا كتجي كتكيف كوبي باش تحطو في او بي اس ستوديو باش يبقى يعرضو. كما كتشوفوا ملي كندخل او بي اس كنجيو زائد من هنا كنتكيو في براوسر، كنسميو هاد البلاصه هذه شي حاجه باش نعقلوا عليها وصافي. نختاروا مثلا كيك كيف او. كما كتشوفوا هذه هي الباج اللي كتطلع لنا. هنايا هذا اللين هذا كنبدلوه كنحطوا اللين ديالنا بهذه الطريقه هذه، وهنا كنختاروا القياس اللي بغينا مثلا 1000 على 1000. هذا القياس نقدروا نبدلوه باش ما بغينا. من بعد كنتكيو في اوكي بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا هذا المربع اللي ظهر هو اللي غيتعرض فيه داك الشيء، صغروه ولا نكبروه كيف ما بغينا، نحطوه مثلا في النص. دابا نجربوا واش يخدم ولا لا. نجيو متصفح ديالنا نتكيو مثلا فولو. كما كتشوفوا نختاروا مثلا هذا سبسكريبشن، نشوفوا واش غيدار حتى ظهر هنا في وسط اللايف. دابا هاد الطريقه هذه ديال دونيشن وديال فولو، يعني شي واحد دار لك فولو كتجي هنا. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش ديروا الشات. كما كتشوفوا كنا في اليرت هنايا كيجيو الويدجيت. هاد الويدجيت هذه اللي هنا، هاد الويدجيت يمكن لك تضيف بزاف د اللعيبات في اللايف. وكاينه هنايا الشات هي اللي بغينا حنايا. كنختاروا البلاتفورم ديال كيك، من موراها كنجيو لهاد ويدجيت يو ار ال كنكوبيو اللين هنايا. الا بغيتي دير شي اعدادات هنايا تقدر ديرو مثلا الشكل كيفاش يظهر هادو. هنايا الفونت سايز يعني واش تكبروا ولا تصغروا. وهنايا كيقول لك شحال الوقت باش التعليق يمشي. كتختار مثلا المده مثلا ثانيه ويمشي. نديرو مثلا حنايا 10. وفي هاد البلاصه هادي كتختار كيفاش بغيتي يبان الشكل. كاين هنايا شفاف يعني ترانسبيرنس. ملي كتشوفوا هاد الشكل هذا كيجينا احسن. كتجي هاد اللين هذا كتجي كتعمل له كوبي وكتجي او بي اس ستوديو كتكيف زائد كتكيف براوسر. كتجي كتسميه مثلا هذا شات باش تعقل هذا شات كتكيف اوكي. كتبدل هاد اللين هذا باللين اللي كوبيت كتكيف اوكي. كما كتشوفوا هاد المربع هذا اللي ظهر هو ديال الشات. نحطوه مثلا في القنت هنايا ولا نحطوه هنا. دابا غنتيستيو ونشوفوا الشات واش كيطلع بصح ولا لا. غنمشيو للشانل ديالنا. هذا هو الشات، يعني اي حاجه كتبناها في الشات خصها تبان في او بي اس. شوفوا اي حاجه نكتبها في الشات خصها تبان تما. كما كتشوفوا هي كتضر ولكن صغيره بغيت ما كتبانش. كما كتقدروا تتحكموا في الحجم ديال الخط من بوتريكس من السيت. كما كتشوفوا الشات كامله اللي كتبناها هنايا كتطلع لنا. كدوز ديك المده اللي حددنا مثلا 11 ثانيه وكيتمسح الميساج قليل كيجي من وراه. كما كتشوفوا يعني كل ميساج كيجي كيطلع. وبهيدا كنكونوا سالينا الشرح ديالنا. ما تنساش تخلي معك واحد اللايك وشي كومونتير سبسكرايب. شوفوا فيديو جديد.